يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة حلوة قوي قوي بصراحة. هي اختراع افتكاسة كده يعني، اللي هو عايزة انتي تعملي وصفة والمكونات بتاعتها مش موجودة، فلقيتي حاجة تانية بديلة عملت بيها الوصفة وطلعت حلوة جدا. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم قوي ان شاء الله لما تجربوها. زي ما انتم شايفين عملنا صينية رقاق ببديل الرقاق، يعني ده مش رقاق خالص، ولكن النتيجة بتاعته احسن من الرقاق بكتير قوي. افتكاسة، بس افتكاسة بجد مظبوطة، يعني جت في وقتها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ونشوف بقى الصينية الجميلة بتاعتنا دي او الافتكاسة بتاعتنا دي عملناها ازاي مع بعض. تقدروا تقولوا على الوصفة دي رقاق كداب، يعني انا هسميها اختراع الرقاق الكداب. اول حاجة عملتها معايا جبت لفة من العيش السوري. العيش السوري متوفر يعني في معظم الاماكن، ولو ما لقيتيهوش هتلاقيه في معظم الافران برضو بيبيعوا عيش سوري. انا النهارده عايزه اعمل صينيه رقاق وما عنديش، طب اعمل ايه؟ لقيت لفه عيش سوري عندي في الفريزر طلعتها، وطبعا اللحمه متعصجه عندي في الفريزر، فقلت كده ايه هنبتدي كده ونشوف الموضوع هيطلع معانا ازاي. زي ما انتم شايفين لفه العيش السوري بيبقى فيها 10، انا اخدت منهم 8، يعني انا ما اخدتش ال10 كمان كلهم. خدت كده مقاس الصينيه وابتديت ان انا اقطع على قد الصينيه بالظبط، وخدت الحروف او الجوانب دي طبعا مش هرميها لان هي دي اللي هتسند معايا الصينيه وتخلي لفه وتخلي بقى صينيه الرقاق الكدابه بتاعتنا معانا تبقى مظبوطه كده وكله تحت السيطره. هنعمل ايه؟ حطيت كده لفتين، دهنت الاول سمنه، دي سمنه بلدي، وبعد كده حطيت ورقتين من العيش السوري، والاطراف دي كلها بقى ابتدي احشيها في النص كده علشان ما تبانش، وفي نفس الوقت هي مهمه جدا علشان هو ده اللي هيزود عدد الرقات معانا. تمام كده زي ما انتم شايفين هحط تقريبا كمان يعتبر كورقتين عشان يبقى 4 ورقات تحت و4 ورقات فوق. والزوايد دي بقى يعني بتكتريها شويه في الطبقه اللي تحت، لان الطبقه اللي فوق ما بتبقاش سميكه قوي يعني. بعد كده حطيت نص الكميه بالشكل ده، وحطيت فوقيها اللحمه فردتها كويس قوي. تقدري بقى تحطي زيتون، فلفل الوان، تحوليها لبيتزا شويه زي ما انتي حابه. انا هنا حطيت زيتون كده مقطعاه صغير، وحطيت هنا جبنه موتزاريلا، لو كان عندي ميكس كنت حطيت، ولكن عندي موتزاريلا بس فاكتفيت بيها. حطيتها بالشكل ده، وبعد كده هحط برضو نفس الرقات اللي انا حطيتها تحت. اول حاجه بدات بيها القطع اللي هي اللي انا مقطعاها من الجوانب، وبعد كده حطيت الطبقات التانية عادي جدا. بعد كده هدهنها من دهنه كده على الوش من السمنه برضو البلدي، ومعايا كوبايه من الحليب انا مطلعاها من التلاجة عادي، مش دافيه ولا اي حاجه خالص. سقيت بيها كده صينيه الرقاق، وبعد كده قطعتها بالشكل ده، دخلتها الفرن على درجة حرارة 180. طلعت أحلى من ما تتخيلوا، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي بصراحة. ان انا ما كنتش يعني انا كنت عارفة ان هي تبقى ممكن تبقى حلوة ممكن لا، ولكن النتيجة الحمد لله طلعت حلوة جدا. فان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم قوي. بصوا شايفين بقى الجمال، وطبعا علشان انا دهنه الصينيه من تحت سمنه وكمان دي تيفال فما لزقتش خالص، ونقلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ناشفه من بره وطريه كده من جوه وجوسي، والجبنه بتمط واللحمه جميله، وبصوا حاجه في منتهى الروعه. طب يلا بينا نقطع كده ونشوف النتيجه. بصوا النتيجه بجد تجنن يا جماعه. بصوا انتوا تحسوا ان انتوا بتاكلوا بيتزا على رقاق على جلاش على حاجات كتير قوي. النتيجه حلوه، جربوها بجد هتعجبكم قوي. ودي طبعا اللحمه والجبنه من جوه بتمط، ولكن هي كانت سخنه جدا، بس بصراحه انا شخصيا عجبتني. انتوا جربوها برضو وقولوا لي رايكم ان شاء الله. انا متاكده ان هي تعجبكم، لان في وصفات كده بجد يعني تبقى من الوصفات النادره ان الواحد بيعملها لاول مره وبتظبط معاه، ولكن دي من الوصفه اللي انا بجد هعتمدها، كمان اخف من الرقاق. وبكده الفيديو خلاص هيكون خلص، اتمنى يا رب يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناه. لو